صباحكم 14 أذار 2024. ب 14 شباط 2005 استشهد الرئيس الشهيد المظلوم الله يرحمه الأسطورة رفيق الحريري اللي ما بيتكرر أبدا. وإجا بعدين من بعدها شكر للمجرم بشار الأسد، وإجا من بعدها ردا على هيدا الكلام اجت ذكرى 14 أذار يلي كان الجمهور جحافل من كل أحزاب 14 أذار. لا شكرا لسوريا اللي اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه. نحن بدنا نقول له للمجرم بشار الأسد الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه ما مات، وجمهور 14 أذار هو جمهور الشهيد رفيق الحريري. ما حدا يستثمر هيدي الثورة ويطلع على ظهرنا. وأحزاب 14 أذار كلها موجودة من القوات والكتائب والأحرار والاشتراكية والكل موجودين، وهن اسمهم بالآخر شيء جمهور ثورة الأرز وجمهور 14 أذار. بهيدي المناسبة كمان بدي استغل هيدا النهار واشكر رئيس جمهوريتي اللي أنا بعتز فيه الحكيم سمير جعجع يلي بمثل هيدا النهار ب 14 أذار توجني ملكة ثورة الأرز. شكرا لأرزة البشير يمنى بشير الجميل والشيخ نديم يلي أعلنوا أنه ملكة ثورة الأرز تبقى هي سمارة رفيق الحريري على مدى 19 سنة. وطبعا ما رح انسى البابا زعيمي وحبيب قلبي البابا أشرف ريفي يلي هو ركن من أركان 14 أذار وأساسي. وشوفوا الشهيد رفيق الحريري ما بيموت، حي بقلوبنا، بضل وعايش عطول. اليوم 14 أذار رح نضلنا نحتفل ب 14 أذار 10452 ألف سنة، وإن شاء الله تتحقق العدالة ويروح المجرم على المحكمة ويتعلق حبل إعدامه. الشهيد رفيق الحريري الله يرحمك، شمسك ما بتغيب، تبقى الثورة والأرز ما بينحني.